اصحابك مثلا بتكتبي ما بتحطيش همزه، ممكن تغلطي في حرف، ممكن تكتبي كلمه ناقصه حرفين ثلاثه وعادي. لكن لو دخلتي على الفيسبوك مثلا عشان تشتري شنطه ولقيتي الصفحه كاتبه في الكابشن، الاعلان مكتوب في الكابشن بتاعه كلام ناقص حروف، صنطه مثلا مكتوب كلمه ناقصه حرفين، هتتقبلي ده بتعليمك وبطريقه تفكيرك؟ اقول لك على مفاجاه، ناس كتير قوي قوي بتستفز من موضوع الهمزات دي، كتير جدا. فزيها زي شنطه تبقى من غير نقط فتبقى صنطه. ليه؟ لان هو ببساطه انت عايزه تاخدي اكبر قدر ممكن من التارجت اودينس بتوعك، مش عايزه توقعي حد. زي بالظبط ان انت التارجت اودينس بتوعك فيهم اهلاويه وفيهم زملكاويه، فهتبعدي عن نقطه ان انت تحتكي بالنقطه دي. نفس الكلام، انت التارجت اودينس بتوعك فيهم ناس بتهتم بحته الكلام والحروف ومش عارف ايه والهمزات ومش الهمزات وكده، فهتروحي في الحته ديت وتشيلي الهمزه تقولي انا بتكلم بشكل دايركت وبشكل طبيعي لان كده كده الناس وهي بتكتب. لا، حته الاس اي او بقى وطريقه الكتابه، لا ده الالجوريزم دلوقتي عدى المراحل دي بكتير.